تتخيل لما مثلا اداره نادي المريخ تطلب مني ان انا اعدل مواعيد النادي المصري، اعدل مواعيد نادي المريخ علشان النادي المصري يتاح له ان هو يتمرن؟ يعني انت تعتقد حسام غوي يرد كان يكون رد ايه؟ لازم طبعا يبقى على الرحب والسعه. النادي المصري ده بيتي، لو انا حتى مره في المريخ لكن النادي المصري بيتي اللي انا اتربيت فيه، فطبعا استحاله ان انا يعني ان انا اقول تلت التلاته كام ده بالتاكيد. ويمكن انا حتى كمان يعني ابديت ان الافضليه للنادي المصري عشان حاجه مهمه كمان جدا. البدايه منذ فتره طويله، فمهم جدا ان يبقى البدايه في توقيت كويس، الجماهير تبقى في فرصه ان الجماهير تحضر عشان الجماهير تتابع فرقتها وتطمئن على البدايه الطيبه اللي حصلت امبارح رغم بعض القلاقل. لكن انا بعذر الناس طبعا اللي عملت هذه القلاقل، اللي هم برضك بيرجعوا عشان اهاليهم والشهداء والناس المساجين ان شاء الله باذن الله. انا بشكر من خلال اللقاء ده اللي انا عامله معاكم السيد المحافظ اللواء سامح حنديل على اهتمامه الاكبر مش بنادي المريخ والنادي المصري فنيا بس، لا بيهتم بالنواحي الانسانيه. واكبر دليل على كلام ان هو امبارح يمكن عمل اجتماع لرجال الاعمال ولجمع بعض المال علشان انطلاقه لمحامي شاطر، محامي كويس لهؤلاء ولادنا الموجودين من خلف القضبان. ان انا متفائل ان شاء الله باذن الله هيبقى البراءه من نصيبهم باذن الله. زي ما حضرتك بتتكلم ان الجهاز الفني بيدعم الفريق الاول نادي مصر الاستضافه، كمان اكيد بالتاكيد اداره نادي المريخ بتوفر كل السبل. فانا سيبنا نسترسل معاك، انا خلاص يعني عارف اللي انت عايز تقوله. فانا اتكلمت في جزئيه انسانيه تخص المحافظ ربنا يبارك له. الجزئيه الفنيه ان طبعا انا اللي بيشتغل دلوقتي في النادي المصري كجهاز فني كابتن صبري المنياوي ومعاه جهاز محترم وابن بورسعيد سيف داوود وحمام ابراهيم تقريبا. فانا طبعا بدعمهم بكل ما اوتيت من قوه. اهم حاجه الكيان النادي المصري. انا بآزر وبأيد هذا الجهاز وبأيد كل واحد يسند النادي المصري. اي واحد يتكاتف مع النادي المصري انا بأيده واشيله على اكتافي كمان. فده بالنسبه للجزء الفني. بالنسبه لنادي المريخ انا بشكر الكابتن مرتضى سرحان ومجلس ادارته المحترم اللي عمل زي ما يكون كرنفال عند نادي المريخ. يمكن لو انتم شفتم وانتم داخلين اليوفط الترحيب بالنادي المصري واعضاء مجلس اداره النادي المصري ولاعبيه وجماهيره كل ده مش غريب بصراحه على شخص زي مرتضى سرحان اللي هو في يوم من الايام كان بيمرن في النادي المصري في قطاع الناشئين. ومش غريبه على اعضاء مجلس اداره نادي المريخ المحترم ان هم في يوم من الايام وان هم كلهم اعضاء، يكفي ان هم كلهم اعضاء جمعيه عموميه في النادي المصري. فده شيء طيب جدا انا لمسته، وده بيشجعني ان احنا كلنا نتكاتف علشان يبقى عندنا في بورسعيد مش نادي مصري، يبقى نادي المصري ونادي المريخ ونادي بور فؤاد زي سابق عهدنا ان شاء الله. انا سعيد وفرحان بعوده النادي المصري للملاعب من جديد بلاعبته. والوقت الغالبيه العظمى تقريبا، طبعا برحب بكل الناس بس الغالبيه العظمى كمان من ابناء بورسعيد، فده شيء طيب جدا. البدايه كانت امبارح الحمد لله طيبه. انطلاق الموكب وانطلاق المركب والسفينه للنادي المصري ده شيء مريح وشيء طيب. ان شاء الله باذن الله نخوض غمار الدوري ما يستأنف ويبقى ان شاء الله النادي المصري في المقدمه وفي المنافسه بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم جماهيره الوفيه ورجاله العظام ولاعبيه الاكفاء وجهازه الفني المحترم. ان شاء الله نشوف منظومه طيبه باذن الله. ويعني انا بتمنى لهم التوفيق واتمنى لهم الترحاب والاقامه المريحه في قلب نادي المريخ المضياف وفي قلب ملعب نادي المريخ. وانا ابقيهم على مواعيدي. انا يمكن بمرن، يمكن شايفين ببدا الساعه 3 في عز نقطه الشمس، لكن ده على قلب زي العسل للنادي المصري عشان النادي المصري يتمرن الساعه 5 او 5 ونص على حسب ما يطرق لهم. لكن احنا بنبدا الساعه 3 عشان يبقى نعطيهم فسحه من الوقت ان هم يشتغلوا حتى على الاضواء. كل الترحيب بقول لهم اهلا وسهلا في بيتكم طبعا. يعني ده بيتي، النادي المصري بيتي ونادي المريخ بيتي، فرق على المكان اللي انا بشتغل فيه والمكان اللي انا بعشقه وبحبه في منزله النادي المصري بالظبط، لان ده بورسعيد. يمكن اتربيت في النادي المصري لكن انا تربيت كمدرب في نادي المريخ. دي المره الرابعه على التوالي ان انا باجي على فترات متباعده بين الواحده والاخرى. النقطه المهمه جدا ان انت قلت لي الاسبوع السابع، لان لا انا ما بسموش الاسبوع السابع، انا بعتبر فتره الاعداد
بالنسبه لنادي المريخ ممكن تكون الاسبوع الاول او يمكن لسه ما ابتدتش، لان انا قلت لك في يوم من الايام انت وايمن انا هعتبر ان فتره الاعداد الحقيقيه اللي هي مش ابتدائيه زي انا مسمي دي ابتدائيه، دي فتره استكشاف، فتره تحليل الموجودين، بشوف مين الصالح مين الكويس، بستطلع اشوف الناشئين اللي هم اللي بعتبرهم جيدين في نادي المريخ وموجودين بكثره بشكل ملحوظ. فكل ده بيديني نوع من الاستقراء ان انا اعمل فرقه كويسه، وفي نفس الوقت وانا بشتغل الاسبوع السابع، لكن هو كنوع من التمهيد للاعداد الرئيسي للاعبين اللي احنا بنتعاقد معاهم. يمكن انا بكلمكم وفي محمد الريس ابن نادي المريخ وقع خلاص عقده مع نادي المريخ وتم بنجاح الحمد لله بعد المفاوضات. هو انسان محترم سلوكيا غير قبل ما يكون فنيا، هو محترم فنيا وسلوكيا، اضافه كويسه، بتمنى له كل التوفيق معانا ان شاء الله باذن الله. واحنا يمكن بكلم معاكم قبلها بساعه كنت في اجتماع مع مجلس الاداره المحترم بقياده الكابتن مرسي سرحان، والناس لم يألوا جهدا ان هم يتعاقدوا مع اشخاص بشكل كبير بشكل جيد. انا يمكن مش هخبي ان انا اقول مصطفى جعفر، يمكن الكلام ده كتب في بعض الجرايد. مصطفى جعفر في طريقنا للتفاوض بالنسبه مصطفى جعفر ان شاء الله برضك، يعني كنت في مكالمه دلوقتي معاه، يمكن يجي يوصل دلوقتي او يمكن بكره بالكثير هنخلص تعاقدنا معاه باذن الله. احمد عثمان دليا احنا اتفقت معاه وخلصت معاه، وان شاء الله بنسبه 75% مش هقول 100%، بنسبه 75% ان هو هيكون موجود معانا. سامح عبد الناصر اللي هو ابن نادي المريخ اللي انتقل لنادي القناه ان شاء الله هيمضي مع نادي المريخ. احمد عبد الرازق ابن نادي المريخ اللي هو لاعب بتروجيت ان شاء الله يكون موجود معانا السنه دي. في محمد حسيب مهاجم جمهوريه شبين والترسانه ان شاء الله يكون موجود معانا. في احمد دره ان شاء الله يكون موجود معانا مدافع دمياط. عندنا في محمد جمعه مدافع نبرو مدافع على مستوى عالي ان شاء الله يكون موجود معانا. دي تعاقداتنا ان شاء الله. يمكن على الله بس يمكن علي عبد الرحيم كمان حارس مرمى دمياط انا جايبه معانا ان شاء الله باذن الله. يعني اعتقد كل تعاقداتنا اللي انا قلتها يمكن انا ما سبتش حد. احمد صالح الباك الشمال اصلا ظهير ايسر المريخ من 3 سنوات كان مع كابتن هشام صالح وراح لعب في سوهاج وكان وصل للترقي، حاجه برضك يعني ولد لاعب كويس واضافه كويسه ان شاء الله. دي كل تعاقداتنا على البركه على البركه ان شاا الله. يمكن هو بيهنوني ان هم خلصوا الاجراءات الاداريه بالنسبه لمحمد الريس. انا بطمن عشاق نادي المريخ وجماهير بورسعيد اللي بتحب نادي المريخ والنادي المصري، بقول لهم ان شاء الله بنعمل فرقه كويسه السنه دي لنادي المريخ ان شاء الله. باذن الله فرصه للصعود ان شاء الله للدوري الممتاز باذن الله بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بجهد الناس كلها، جهاز فني ومجلس اداره محترم ولاعبين على مستوى عالي ان شاء الله باذن الله. يمكن دي معظم تعاقداتنا، وفي كمان كلام فيه مع احمد صلاح اللي هو الظهير الايمن للقناه. النهارده كان في تفاوض معاه باذن الله، وفي عبد المجيد برضك لعيب ناشئ كويس معانا ان شاء الله. يعني فيما معانا مجموعه ان شاء الله باذن الله. اتمنى بالاضافه طبعا ان عندي عناصر انا قلت الناشئين عناصر كويسه ان شاء الله باذن الله نعمل فرقه كويسه ويبقوا على مستوى عالي باذن الله وبفضل الله سبحانه وتعالى.